من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بويهر اف ام. دي فقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن حالة طبية نادرة وهي ولادة طفلة بقلب على الجهة اليسرى على الجهة اليمنى، وهي حالة تعرف طبيا بالقلب اليميني. للحديث حول هذا الموضوع معنا الدكتورة شافين عبد القادر بقي، أخصائية أطفال من كوباني. يسعد صباحك دكتورة شافين. أهلا، هلا، صباح النور لك يا ولجميع المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. نتحدث عن هالحالة النادرة واللي معروفة طبيا بالقلب اليميني. هي من الحالات النادرة. وفقا للإحصائيات شخص من كل 12 ألف شخص ممكن يولد بقلب في الجهة اليمنى. بداية نعرف منك دكتورة حول ولادة هذه الطفلة في كوباني، متى رصدتم هذه الحالة؟ هذه الحالة مم. بنحكي بالفصحى ولا بالعامية؟ مثل ما بدك، أوكي، تفضلي. خلينا بالعامية مشان لأنه نحن عم نحكي بلي. مع عامة الشعب. نعم. أوكي. مم. هالحالة راجعت للمشفى بطفل عمره يومين بشكاية زلة تنفسية مع ترفع حروري، رفض رضاعة. طبعا بعد معاينة الطفل بالإسعاف قابلت الطفل في قسم الحواضن مم. وأجرينا الاستقصاءات اللازمة لأكدنا التشخيص. نعم، في المشفى الألماني التخصصي في كوباني. نعم، في مشفى مم. الألماني التخصصي في كواني في قسم الإسعاف. نعم دكتورة، ما هي هذه الحالة المعروفة طبيا بالقلب اليميني؟ كيف يمكن أن نعرفها؟ متلازمة القلب الأيمن أو مم. متلازمة كارتجنر. نعم. لا اسمين إلا متلازمة كارتجنر نحن بنقول عنها، مم. أو خلل عمل الأعداد البدئي. هو مرض وراثي جسدي، تمام، بتجي مم. وراثة من الأهل. بكون الأم والأب كلاهما حاملان للمرض. مم. جين معيب من الأب، جين معيب من الأم، مم. فيصاب بها الطفل. الأسباب هي عامل وراثي بالدرجة الأولى. هو مرض وراثي بالدرجة الأولى، والدراسات أثبتت أنه ما له أي تأثير عامل العرقي أو البيئي، ما له أي تأثير على نعم. المرض. مم. طبعا المرض بتظهر على شكل ثلاثية معروفة. مم. هي التهاب جيوب أنفية، التهاب أذن الوسطى متكرر، مم. الطفل بصير عنده انتانات متكررة مم. وانتانات صدرية متكررة. هذه هي الأعراض التي نعم. تشير لولادة الطفل بقلب في الجهة اليمنى. هذه الأعراض التي أشرت إليها. طبعا الطفل ما راجعنا بهالأعراض لأنه طفل لسه صغير، لكن مم. المرض اكتشف عن طريق بشكل عام. الصدفة. كون مم. الطفل، مم. نعم، طفل عمره يومين، الطفل الحالة اكتشفت عنده عن طريق الصدفة مم. نتيجة زلة تنفسية. مم. طلبنا صورة صدر شعاعية البسيطة. بصورة الصدر تبين عنا مم. القلب يتوضع في الناحية اليمنى مع انقلاب أحشاء. يعني ما معنى انقلاب أحشائها؟ مم. عادة الكبد يتوضع في جهة اليمين، نعم. شاهدنا الكبد في جهة اليسار، مم. والطحال في جهة اليمين مع انقلاب أحشاء كامل. نحن أها. بنسميها علامة المرآة. علامة المرآة يعني هي كل شيء أحد معكوس. أنواع ولادة الولادة بقلب يميني، هي أحد أنواعها. الحالة التي أشرت إليها انقلاب الأحشاء. نعم، انقلاب أحشاء تام. هو هي من هذا النوع ولدت. ما هو النوع الآخر دكتورة من القلب هلا اليميني؟ اوكي، هلا ممتاز. القلب الايمن ممكن مم. نشوفها بحالات كثيره. احد الحالات ممكن تجينا قلب ايمن من دون اي تشوهات اخرى مرافقه. يعني الطفل مم. مجرد انه قلبه متوضع في الجهه اليمنى، من دون اي فتحات قلبيه، من دون اي عيوب في اورده القلب، من دون انقلاب احشاء. طفل طبيعي بيعيش حياه طبيعيه دون اي مم. تاثيرات جانبيه. مم. في انواع بيكون القلب في الجهه اليمين تترافق مع تشوهات قلبيه مثل فتحات القلب، مم. قد تترافق مع تشوهات في الأمعاء مع انقلاب الأمعاء تام. مم. طبعا كل هالتشوهات لها تأثيرات جانبية مستقبلا. مم. ما هي هذه التأثيرات الجانبية دكتورة؟ هلا الأطفال اللي عندهم مثل ما ذكرت لك دائما في عندهم ثلاثية، مم. شكل التهاب جيوب أنفية متكرر، التهاب أذن وسطى متكرر، نعم. التهاب توسع قصبي. هل توسع قصبي بتظهر على شكل سعال، زلة تنفسية، مم. وقد يشخص بطريقة انه كثير ناس بيكون عندهم، في ناس بيكون عندهم هالمتلازمة لكن عم يعالجوا على اساس انه ربو مثلا، ها. او التهاب قصبات مزمن. مم. فتشخيص بيكون خاطئ، لكن هي
هالسداسية بتوجهنا لمتلازمة مم. اسمها متلازمة كاربون. نعم. آه، نتحدث عن التداعيات الصحية لوجود قلب بالجهة اليمنى في الحالة الخطرة التي أشرت إليها، وجود ممكن عيوب خلقية أو مشاكل صحية. ما هي التداعيات، وهل تصل لحد الخطر على حياة الشخص؟ أكيد في خطر. مثلا مم. هلا الأعراض المستقبلية اللي ممكن يعطينا المتلازمة مم. العقم آه. عقم عند الرجل، أو تأخر الحمل إنجاب. عند المرأة. مم. تمام، لأنه هو المرض مثل ما ذكرت لك اسمه مم. خلل حركة الأهداف. بدي إيش هي الأهداف؟ هالأهداف هي عبارة عن شعيرات ناعمة نعم. متكررة. صوتك نفس الأهداف موجودة دكتورة، صوتك عم ينقطع. مم. بالعقد النطاف عند المرأة. مم. بالتالي دكتورة شافين، صوتك عم ينقطع. ما سمعنا الجملة يلي أشرتي إلها. نشوف شباب بيحاولوا بيصلحوا الخلل التقني، وبنرجع بنتابع مع الدكتورة الشافين من جديد. من جديد يسعد صباحكم متابعينا. بنتابع مع الدكتورة شافين عبد القادر بقي، أخصائية أطفال، الحديث حول الحالة النادرة وهي ولادة طفلة بقلب في الجهة اليمنى في مدينة كوباني. دكتورة، بنتابع معك الفكرة يلي كنتي عم تتحدثي حولها، وهي مسألة نتيجة أحد التداعيات الصحية اللي ممكن تصل في هذه الحالة للعقم. فيك تتابعي فكرتك؟ تمام. الفكرة أنه مثل ما قلت، المرض بتظهر على شكل خلل بحركة الأهداف. مم. الأهداف هي عبارة عن شعيرات ناعمة مثل ما ذكرت لك قبل شوي، نعم. موجودة سواء بالطرق التنفسية اللي بتؤدي لإنتانات تنفسية المتكررة، لأنه بتصير طرق التنفسية غير قادرة أو عاجزة عن مم. التخلص من المخاط الموجود. نعم. أو مثل ما قلت لك كمان يسبب العقم الآلية، أنه بالقناة الناقلة للنطاف مم. هالقناة فيها أهداف، الأهداف تعمل بشكل خطأ، بالتالي يمكن النطاف أن لا تصل إلى بويضة، وبالتالي بسبب عنا تأخر الإنجاب، مم. أو يحدث تعشيش في مكان غير مناسب وبتسبب لنا حمل الهاجر عند المرأة مستقبلا. نعم. هالشيء بدلنا على هذا الشيء بوجهنا أنه أي نحن وقت يكون الرجل عنده عقم مم. لازم كمان نتوجه لهالمتلازمة ونفكر فيها. ممكن تكون أحد الأسباب. يمكن تكون أحد الأسباب العقم عند الرجل. نعم. مم. دكتورة، حالة الطفلة يلي تناولتوها وتم تشخيصها عندكم بالمشفى الألماني التخصصي في كوباني، هي حالتها كيف الآن؟ سليمة، جيدة؟ الطفلة بوضع جيد. نحن تابعنا حالتها بالمشفى، كانت تعاني من إشكالية صدرية من التهاب نعم. بالطرق مم. التنفسية. طبعا تم معالجتها وتخريجها. مم. طبعا هذا الشيء ما بينفي انه هالانسان ما راح يتكرر بالمستقبل، لان هي الطفلة تحتاج الى متابعة بشكل مم. دوري. طبعا مم. خبرت الاهل مم. وشرحت حالة الطفلة، وخبرت انه هالطفلة لازم يكون لها متابعة دورية، لانه احتمال تعاني من انتانات صدرية متكررة، احتمال نتيجة انقلاب أحشاء تام، يصير مم. عندها مشاكل مم. معوية مثل التأخر بالخروج. فهالمشاكل طبعا أرشدت الأهل نعم. وخبرتهم أنه لازم تكون متابعة دورية من قبل طبيب الأطفال. المتابعة الدورية للتشخيص ومتابعة الحالة الجسم والأعضاء. دكتورة، شو النصائح والإرشادات اللي يمكن توجيهها فيما يتعلق بموضوعنا القلب اليميني؟
هو النصائح المطلوبة من الأهل إنه أول شيء كونه الطفل فمتابعة دورية عند طبيب الأطفال. شخص بالغ، يعني مم. احتمال هذا المرض لا يشخص إلا حتى أحيانا لا يشخص مم. إلا عندما يكبر الشخص، ففيش أشخاص بالغين. مم. هذاك اليوم أحد زملاء نعم. أطباء قلبية مم. قال لي إنه دكتورة في عندي مريضة بعمر 60 سنة شخص لها قلب الأيمن. يعني من هي طفلة لعمر 60 60 سنة ما سنة. تشخصت الحالة عندها مم. ولا عرفت إنه عندها قلب أيمن. نعم. طبعا هدول يمكن يعيشوا حياة طبيعية. نعم. النصائح اللي بنوجه لهم مهم. ابتعاد عن التدخين. مهم. ممارسة الرياضة لها فائدة، ممارسة الرياضة ابتعاد عن التدخين. في حال كان في تشوهات قلبية متابعة مم. دورية عن طبيب قلبية، مهم. متابعة الأدوية طبعا. نعم. دكتورة، السؤال الأهم، برأيك ما أهمية تشخيص الصغار والأطفال مع الولادة والكشف المبكر حول وضعهم الصحي والجسدي؟ وأشرت قبل قليل أنه في سيدة ما كانت بتعرف أنه قلبها بالجهة اليمنى لعمر 60 سنة، ويمكن كان في كتير تداعيات صحية لو وصلت لها العمر نتيجة عدم إدراكها بحالتها الصحية. طبعا التأثيرات كثيرة. مثلا هل المرأة مم. بعمر 60 غير مشخص لديها الحالة، مم. فيمكن تعاني من تنات تنفسية متكررة مثل ما ذكرت قبل شوي. نعم. تعالج على أساس أنها مريضة ربوية مم. أو التهاب قصبات مزمن أو لديها تحسس، يعني تشخيص خاطئة بالعلاج. نعم. ومثل ما قلت يعني احتمال يعاني الرجل أو المرأة من مم. العقم ويشخص أنه عقم غير مفسر لكن هي متلازمة وعندها خلل بحركة الأهداف. نعم. التشخيص المبكر مفيد بالنسبة للأطفال صراحة. يعني طفل عنده انتانات شكايات صدرية متكررة، يمكن الأهل يهملوا الحالة أو مم. الطبيب لا ما يتوجه. بس لكن لما يتشخص بشكل مبكر، مم. فالأهل لما يلاحظوا إنه الطفل عم تعاني من التهاب جيوب مثلا، عنده شكاية مم. سيلان أنف، عنده ضيق بالنفس، تقول لك الطفل إنه ما عم قدر يتنفس بشكل كويس من أنفي، فهذا كل شيء إنه لا، التشخيص الصحيح والتشخيص المبكر راح مم. يساعد الأهل على فهم الحالة. مم. وحتى يشرحوا الحالة للطفل إنه مرضك كذا كذا، فطبيعي إنك تعاني من الانسداد بالأنف، يعني إنه شكاية مزعجة لكن فينا مم. نتقبلها لأنه شكاية مزمنة على مدى طويل وليس يوم يومين نعم. حتى تعالج. مم. بتحبي تضيفي أي شيء دكتورة شافين أو أي نقطة أنا ما سألت حولها؟ تفضلي. بالنسبة للمرض مم. هي حالة نادرة صراحة، ما شفتها كثير حتى أيام اختصيت 5 سنين أطفال، مم. ولا مرة شفت هالحالة. شفتها في مشفى الألماني التخصصي طبعا مم. طريق الصدفة. هون بتشكر أن الفني الأشعة مصطفى آفدو فعلا فني مجتهد، مم. وهو اللي لاحظ الحالة وإجا خبرني دكتورة تعي شوفي صورة فيه شيء غير طبيعي مم. أو شيء ما شفته بالعادة. فلما رحنا شفنا الصورة سوا فعلا انتبهت إنه قمة القلب مم. منزاح لجهة اليمين. طبعا أنا هون حابة أنوه على نقطة إنه الأهل أو عامة الناس لما بنقول لهم قلب أيمن أو أيسر، الناس بشكل عام بيفكروا إنه قلب الإنسان بتوضع بالجهة اليسرى، وهذا كلام غير علمي وغير دقيق. القلب يتوضع في مركز الصدر، مم. ولكن قمة القلب ينزاح إلى الجهة الأيسر في نعم. حالة طبيعية. مم. أما بالحالة اللي عندنا فالقمة القلب منزاح بالجهة اليمنى. اليمنى. مم. اللي فيه يضيفه كمان مم. انه الحالات المشخصه لازم متابعه دوريه عند الطبيب وعدم اهمالها ابدا، لانه الاهمال يمكن يؤدي الى حتى الوفاه. مم. لا سمح الله. كتير الشكر لك الدكتورة شافين عبد القادر بقي، أخصائية أطفال، كنتي معنا عبر الهاتف من كوباني. كتير شكر لك ولجهودكم.